ألا تعلم يا مولاي أن السهم قد يرتد إلى رميه، وأن من حفر بئرا لأخيه أوشك أن يقع فيه، وليس هذا من النوادر، والمثال حاضر. مما يرويه الرواة من قصص الحب والحياة أنه كان وياما كان ملك من ملوك زمان، صاحب هيل وهيلمان، اسمه السلطان صفوان، ولحكمة يعلمها الله ولا يعلمها سواه وسع عليه وأعطاه، ولكنه وسع عليه في واد وضيق عليه في واد، فقد كان قليل الأولاد، إذ لم يكن لهذا السلطان غير ولي عهده الأمير وردان، وخطر للملك أن يفرح بابنه ويزوجه في حياة عينه، ولكن الأمير رفض الزواج وأحس الملك بالإحراج، فقد أصر الأمير على رأيه وأصر الملك على رأيه، وتعقدت المسألة وأصبحت مشكلة. وبعد طول الحوار انتهى الملك إلى قرار، فأعطاه مهلة لكي يختار، فإذا لم يفعل سحب منه حق الاختيار، وانتهت المهلة وحل الأجل، وأرسل الملك إلى الوزير فحضر بالعدل وانعقد الديوان، وحدث ما نراه الآن. حلمك يا مولاي السلطان، احنا برضو لازم نلتمس العذر للأمير وردان بعد اللي حصل وكان، ده اسمه عصيان. أنا مش عارف بس إيه اللي في دماغ الأمير. بكرة نعرف يا وزير. طب اديني فرصة يا مولاي أقابل واحد الأمير، يمكن ألاقي تفسير. خد فرصتك يا وزير، بس ما تتعبش نفسك معاه كتير. بعد إذن مولاي. اتفضل. والله عالي يا أمير وردان، معلش كل شيء بأوان. مولاي الأمير وردان وزير الديوان. صباح الخير يا أمير وردان. صباح النور يا وزير. خطوة عزيزة، اتفضل. لكنها عايزة تفسير. الحقيقة يا أمير احنا ما قعدناش مع بعض بقالنا كتير، قلت النهاردة فرصة نتكلم مع بعض على انفراد. خير في إيه؟ في شؤون الدولة والبلاد. من إمتى يا وزير رأي مهم في الحالة دي؟ اللي جاي ليه يتكلم فيه من غير تفكير. أنا أحب أسمع كلامك ومستعد أهو قدامك. قول يا وزير. يا سلام، يا سلام على عقلك الكبير، ما شاء الله يا أمير. أظن أنت عارف معزتك عندي. ده أنت مربيني وزي والدي. شوف يا ابني، زي ما بيقولوا ما فيش أعز من الولد غير ولد الولد، وولد الولد ده هيجي منين إذا ما اتجوزش الأول الولد؟ وأنا مستعد. طيب ما تخلصنا. خلصنا إيه؟ أنا متهيألي إنك بتاخدني على قد عقلي. لا لا يا وزير، اسمح لي. طب قول وصرح لي. يعني أختار ولا تختار لي؟ ما تفرقش معايا، الصبايا كتير يا مولاي. هنرجع تاني مولاي. طيب يا ابني خليك معايا. ايه رأيك في الأميرة تاج الملوك بنت الملك المبروك؟ اسمعني يا وزير. طب بلاش دي. ايه رأيك في نور الصباح؟ يا وزير افهمني. الأول اسمعني. شفت الأميرة نزهة زمان؟ بصراحة يا وزير الديوان، كل الأميرات اللي بتقول عليهم ما فيش ولا واحدة فيهم، ولا واحدة حسيت بيها وقلبي مال ليها. هي المسألة مسألة جواز وخلاص. ما هو يا ابن الناس السلطان قلقان على العرش والسلطان. أنا شايف يا وزير إن الجواز من غير حب إجهاد للعقل والقلب. لابد قبل ما أتجوز أحب. ده قبل ما يكون جواز تاج لتاج، ده جواز قلب لقلب. عين العقل. بس انت اديت لنفسك الاول فرصه للحب. شوف يا امير وردان، احنا نعمل زياره لكل مملكه وكل اماره، وهي تبقى فرصه للقرب اللي بيخلق الحب. عندك حق، والقريب من العين قريب من القلب. يا ولدي اسمع مني وخد عني. انا النهارده معاك، بكره مش هبقى معاك. ربنا يطول لنا في عمرك ولا يحرمناش منك. اقعد يا وردان. الموت يا ابني على رقاب العباد. انا مسافر من غير زاد ولا زواد. عشت طول عمري محروم من الخلف والاولاد، وبعد ما ولى زمان ربنا عوض عليا وبعتك ليا، ودي رخرة اعتبرتها مسؤوليه، امانه في رقبتي للبلد دي عشان تبقى تعدل لما تحكم بعدي. أنا مش ناكل فضلك يا والدي، أنت أبويا وأستاذي وسر وجودي وسعدي. ضللت عليا بعطفك ورحمتك وفتحت لي خزاين حكمتك. أنا ماليش في نفسي قدك، أنا تلميذك وابنك. كفاية بس لما أتصور إني ابنك وتلميذك، وإن امتدادي امتداد لوجودك. حطها حلقه في ودانك،
لا تحط نفسك في غير مكانك ولا تاخد مكان غيرك. ما تبيعش رخيص. ما توصيش حريص. اللي يدوس غيره ينداس، واللي يحب نفسه يكرهه الناس. تمام؟ مفيش كلام. لكن لسه في حاجة بيني وبينك. حاجة ايه؟ تكمل يا ابني نص دينك. الزواج يا ابني عصمة، وقالوا عليه اسمه، وانت النهارده بقيت راجل. والخير العاجل احسن من الخير الاجل. ها، ايه رايك؟ ما انت مش عارف انا ليه دلوقتي جاي لك؟ انت يا ابني لازم تراجع عقلك. انا جاي لك علشان استسمحك واقول لك انت ليه بس مش عايز تراجع نفسك انا خلاص نزلت على رايك كده؟ انا يا والدي طوع امرك. ربنا يكملك بعقلك. انا ماليش غير رضاك وعطفك. قالوا الزواج نعمه. وقالوا الزواج نقمه. قلت اشتري الحب بالحب واطلب الرحمه بالرحمه، وانا خيرتك. وانا اخترت شايف يا مولاي كلامي جاب نتيجه ازاي؟ ها، واخترت مين؟ الاميره الجميله اللي في القصر قدامنا. انت بتقول ايه؟ قصر قدامنا؟ اكبر واجمل من القصر بتاعنا. ها؟ فين؟ قدامنا. وفي صبيه هناك بتبص من الشباك. من ساعه ما شفتها ما اعرفش ازاي قلبي ملها. الله يجازيك يا مولاي الامير. لا يا سيدنا الوزير، انا مش بهزر. ها؟ مش بتهزر؟ دي حاجه تحير. لو كنت جيت من الناحيه البحريه يا سيدنا الوزير كنت شفت القصر الكبير، القصر اللي فيه الاميره انت بتتكلم بتقول ايه؟ اللي بحكي لكم عليه. قصر قدام قصرنا؟ صباحنا لقيناه هنا. ها؟ طيب مين اللي بناه وامتى اتبنى؟ مولاي سلطان، مولاي سلطان، انا يا مولاي مش مصدق عينيا. في ايه يا مرجان؟ انا يا مولاي مش مصدق عينيا. اتكلم على طول. حاضر هقول. احنا يا مولاي بيتنا وصباحنا لقينا قصر كبير قدامنا. انت برضه بتقول قصر كبير قدامنا؟ نفس كلام الامير. علشان تصدق يا سيدنا الوزير. انا مش فاهم الحكايه. تقدر تشوف بنفسك يا مولاي. تقدر يا مولاي تبص عليه من الشرفه بتاعتي. اسبقنا انت يا مرجان. امر مولاي سلطان. تعال يا وزير، تعال يا وردان. وتقدمهم العبد مرجان ففتح شرفة الأمير وردان وأطل منه السلطان وعقدت الدهشة لسانه وهو ينظر أمامه فإذا مولاي. ثم ماذا يا شهرزاد؟ لقد أدركنا الصباح أو كاد، ولكني أريد أن أعرف حكاية هذا القصر الذي ظهر أمام قصر السلطان، وماذا صنع الملك صفوان، وما شأن هذه الصبية التي رآها الأمير وردان. إذا استحييتني إلى الغد يا مولاي ولم تقتلني فإني أكمل لك حكايته. والله لا أقتلها حتى أعلم